لو عندك الطرحة الترند دي اللي هي القطن او الطرحة اللي فيها 3 شرايط ستان، تعالي اقولك على حاجه بسيطه تفرديها من غير البيبي. اول حاجه لو انت جديده في قناتي اهلا وسهلا بيكي، وانا اتشرفت ان انت دخلت قناتي. ما تنسيش اختك في اللايك والكومنت والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من قناتي وتستفادي وتفيدي غيرك. اول حاجه رحبوا معايا بالضيف الجديد اللي انا استعنت بيه عشان اصور لكم الفيديو، عشان تبقى فاهمين ويبقى موضح ليكم بالظبط، عشان خاطر لو كتبت لكم الطريقه في منكم اللي هيعرف يعملها وفي منكم اللي مش هيعرف يعملها. تمام. فانا حبيت اجيب كرة بنتي اللي هي تبقى اقرب حاجه اللي هي شعرنا والوشنا وراسنا وكده، فاهميني. اول حاجه اهي الطرحه، طبعا بتبقى مكرمشه من قدام كده وما بتتظبطش، بيبقى شكلها مش لطيف، ولو مش تعرفي اللي انتي تلفيها كده اللفات اللي انتي نفسك فيها. تمام اهي زي ما انتوا شايفين كده شكلها مش حلو خالص، وانتي معكيش اللي هي البيبي ليز دي او مش عارفه تشتريها او كده. الحيله دي جميله جدا، تجيبي بخاخه فيها ميه وترشي على المكان اللي انتي هيبقى من قدام، اللي هو عند القوره ده، اللي هو عند الشعر من قدام، وتيجي فردها بايدك كده بالراحه بالراحه كده، هتتفرد اكنك فردها بمكوى او ببليز، ومن غير ما تأثري عليها عشان خامة الطرحة دي بتبقى يعني حساسة جدا جدا. وهنا بوريكم اهي اللي هي اتفردت وبقت شكلها جميل جدا. وبس كده والله، في سهولة اكتر من كده بقى، واوريكم صورة قبل اهيات. مع السلامة يا حلوين.